الكره المصريه. خليني اقول لكم ايه بقى اللي مكتوب. الاذاعه التونسيه بتقول: هجوم وسباب من جمهور الزمالك للاعبي الزمالك والجهاز الفني مجلس الاداره رغم الفوز على الصفاقسي والصعود للدور قبل النهائي في بطوله كاس الاتحاد الافريقي و5000 علامه تعجب. بتقول كمان انه الامن التونسي ما فعله انه منع بعضا من جماهير نادي الزمالك التي تحمل بعض اللافتات المسيئه لمصر، وان رجال الامن قالوا لهم عيب عليكم ان انتوا تهاجموا مصر هنا، مصر ام الدنيا. راجل الامن قال لهم كده: مصر ام الدنيا، عايز تشرب وحشم في بلدك هنا لا يمكن السباب او توجيه الشتائم لمصر. بيقول لك انه راجل الامن انفعل بشده وكان في حاله ذهول ان جماهير جايه من القاهره عشان تشتم. قال لك لافتات فيها شتيمه للبلد، فيها شتيمه للبلد، فيها شتيمه للبلد. رايح تونس عشان يشتم بلده هناك، حاجه ما شاء الله ونعم الانتماء الجميل. لازم تبحثوا على الظاهره دي، والعيال دي لما تيجي لازم تحققوا. انا ما بقولش اقبضوا عليهم، بس لازم تحققوا تبقوا عارفين ايه القصه. يعني بلاش يا جماعه سياسه السداح المداح دي وصلتكم اللي بيحصل من امناء الشرطه. والله العظيم وصلتكم اللي بيحصل من امناء الشرطه. يعني تختلف تتفق مع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لكن كان عنده من الشجاعه ما يكفي لمواجهه هذه الظاهره. في وقت كله استخبى تحت الدكه، كله استخبى، كله استخبى، لكن كان عنده شجاعه انه يحط صدره ويعني ويواجه هذه الظاهره حقيقه يعني. وبالتالي ما ينفعش ان انا اطلع بره مصر عشان اشتم بلدي. والامن التونسي غيور على مصر اكتر من المصريين. هو العيال دي مصريه؟ اشك ان دول يكونوا مصريين، او الدماغ بتبقى ممسوحه فبنشوف اللي احنا شفناه ده. ومره ثانيه وثالثه و1000 ومليون و10 مليون الجماهير الحقيقيه اللي انتم شفتوها بتحتفل بفوز الزمالك ببطوله الدوري العام. والاول مره زي ما الناس بتقول في التاريخ، احنا بقى لنا 10 سنين ما شفناش الزمالك بيكسب بره وجوه، وان الزمالك النهارده في صداره المجموعه، وان الزمالك بيتاهل بعد المباراه الاولى في الدور الثاني من المجموعه. ده الزمالك كان بيبقى مستني ده يكسب جون وده جون ونقعد نحسبها وده يا رب يتعادل وده يا رب يكسب. لا، الزمالك بيتاهل باقدامه زي ما الاهلي تاهل باقدامه هو الاخر، وبالتالي يستحق التحيه ويستحق التهنئه ويستحق التقدير. المرحله اللي جايه مطلوب، واتمنى انه ده يحصل بقى شويه هدوء، لانه ما حدث في الزمالك حتى لم يكن يتوقعه المستشار مرتضى منصور ومجلس ادارته. فما حدث من نجاحات ده حاجه يعني من فضل ربنا، وبالتالي محتاجه شويه هدوء ومحتاجه اعاده حسابات مره اخرى ومراجعه الاخطاء. ومفيش حد ما بيغلطش عشان المركب تمشي بشكل جيد. ناخد بعض